آخ يا هالقرب شلون عساون ابنه. خلصنا من بشار المجرم، جي دوركم. لسه يا الله طلعوا لنا جدد هذول دروز واليهود. أكثر من هيك خيانة ونذالة ما ظل. خير يا رهبة، شوفك على السولفين حالك. والله يا يبا ما أنا قاعدة أسولف حالي، أنا دحج على هالقرب شلون يعامل أهل السنة، وهذول اليهود اللي الله لعنهم بالقرآن شايف شلون عيساون بسوريا. أسألك بالله يا يبا هذول دروز قسم منهم يستحقون يكونون أهل بلدك؟ لا والله يا بنتي، حاكيك كله صحيح يا بنتي. 14 سنة ما تحرك لا يهودي ولا درزي ولا كردي على نظام بشار الفاجر، مع أنه ما كان مثل نظام فاجر. والحلو من استلموا مسنا الحكم كل الأقليات صارت رجلة، وطلعت خونة مع اليهود على عدد شعر راسنا. انتم يا هالقارب ما كفاكم 14 سنة قتل ابنه؟ شو مسايلهم أهل السنة يا يبا لحتى هيك حاقدين عليهم؟ يعني كأن الأقليات لهم حق والأكثريات ما لهم حق خالص، مع أنه ماني شايف رئيس حاكم بلا عدد قد أحمد الشرع، وما حد داير باله على أقليات قده. الخنزير بشار الأسد 14 سنة يقتل